السلام عليكم أعزائي الحضور أينما كنتم، لكم أجمل التحايا والشكر والتقدير. زي ما أنتم بتعرفوا كلكم يا شباب، مهما تكتب عبارات عن الوطن مستحيل الكلمات تكمل. لهذا يا شباب اليوم أريد أقدم لكم أجمل عبارة، وأتمنى العبارة تعجبكم. ولكن مقدمة: أحبكم يا معاشر الشبان، عليكم بطاعة الرحمن، إياكم أن تحملوا أوقاتكم، إياكم أن تحملوا أوقاتكم، إياكم أن تحملوا أوقاتكم. طبعا يا شباب، زي ما بتقول العبارة: عندما نتحدث عن الوطن فإننا نتحدث عن ذلك الوطن الذي ينبغي لنا أن نحبه بكل ما نملك. ما أعطانا الله من قوة والشجاعة يجب علينا استغلال هذه الفرص لكي لا نكون بلا تاريخ جميل يذكر لأجيال القادمة. أود أن أوصل صوتي لجميع أبناء هذه الوطن وأقول لكم: هيا ما بعد وأجمعوا ونعمل سويا لبناء دولة قائمة بالقانون لتقوم محاسب كل من أجرم بحق هذه الوطن. أدعونا نتفق إلى أن لا نخون، بأن الخيانة بتدور وبتعود إلى صاحبها. علينا أن نترك تماما بأن الحب الوطن ليس كلمات ولا شعارات ولا قصائد، بل هو امتحان من الله موجود في قلوب المؤمنة. حب الوطن هو أساس لبناء مجتمعات ناتجة، ومجتمعات لا تتعلم خيانة من كبارها. يجب علينا جميعا أن نكون إلى قدر هذه المسؤولية. وأقول لكم: اللهم احفظ أوطاننا من كل مكروه، والنصر لنا، والله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبقوا عافية.